بتبدأ الحكاية بلايجر، وكان مسافر هو ومامته من مدينة مومباي لمدينة كارمنغاز، والمدينتين دول أصلا في الهند. وفعلا وصلوا لمدينة كارمنغاز وعملوا عربية شاي في السوق عشان يشتغلوا عليها. بس جالهم واحد اسمه مالي وقال لهم السوق ده كله ملكي، وعشان تشتغلوا فيه لازم تدفعوا لي فلوس الأول. بس لايجر ومامته مهتموش وما فرقش معاهم الراجل ده. وفي الوقت ده كان في راجل بيجري وراه عصابة، والراجل ده كان اسمه علي. وعلي جه استخبى ورا مالي وقال له الحقني من العصابة دي. فمالي قال له ماليش دعوة، دي مشكلتك وحلها انت، وراح زقه عليهم. وفي واحد من العصابة دي كان لسه هيضرب علي، فلايجر ضربه. وطبعا كلهم اتفاجئوا ان لايجر يحمي الراجل ده، مع ان لايجر اصلا ما يعرفوش. وبدأت المعركة بين لايجر وكل رجالة العصابة، ولايجر كان قوي جدا وفضل يضرب فيهم كلهم. ومامته برضه كانت بتساعده عشان يكمل ضرب في العصابة. وفعلا لايجر ضرب العصابة كلها، فعلي شكره انه انقذ حياته. وبعدها سأله عن اسمه، فلايجر رد عليه وقال له اسمي لايجر. بس علي وكل الناس اللي كانوا واقفين ضحكوا واتريقوا عليه عشان لايجر كان عنده مشاكل في الكلام وبيتكلم بصعوبة. فلايجر مسك علي بعد ما اتريق عليه وقال له ما اشوفش وشك هنا تاني. وبيبدأ الفيلم من هنا. تاني يوم لايجر ومامته راحوا مركز التدريب بتاع المدرب جي وقعدوا معاه. ومامة لايجر عرفته ان اسمها بلماني وابنها اسمه لايجر، وطلبت من المدرب جي انه يدرب ابنها عشان نفسها تشوفه بطل في لعبة MMA. فجي وافق وقال لها تروح تدفع مصاريف التدريب وهيبدأ معاه التدريب من بكرة. فبلماني قالت له انهم معهمش فلوس. فجي قال لها للأسف دي مش مؤسسة خيرية. وقاموا كان لسه هيطلع بره، بلماني وقفته وقالت له فاكر البطولة الوطنية سنة 2004 انت كنت بتلعب فيها في النص نهائي وكان بيلعب معاك مصارع اسمه بلرام، وبلرام كسب، ودي كانت اول معركة انت تخسرها. وبعدها بلرام وصل للنهائي بس للأسف مات في النهائي بضربة قاضية ومعرفش ياخد البطولة الوطنية. فالمدرب جي كان منتبه لكلامها عشان فعلا كل ده حصل. فبلماني قالت له بلرام ده يبقى جوزي وهو ابو لايجر، وانا كان نفسي اشوف جوزي بطل بس للأسف ملحقش. فدلوقتي نفسي اشوف ابني بطل، ومقابل تدريبك ليه هيشتغل عندك اي حاجة. فجي اتأثر بكلامها ووافق انه يدرب لايجر، وراح للايجر وقال له من بكرة هتبدأ الشغل في المركز كعامل نظافة لحد ما نقرر امتى هتبدأ التدريب. واهم حاجتين عشان تبقى بطل انك تركز كويس وتبعد عن البنات. وفعلا تاني يوم لايجر بدأ الشغل وبدأ ينظف في المركز، وكان على طول الطلاب في المركز بيرخموا عليه وبيتريقوا على طريقة كلامه. وفي يوم كان خلاص لايجر جاب اخره وكان هيتخانق مع الطلاب دول، بس جه المدرب جي وقال له انا عارف من ساعة ما جيت ان كل الطلاب بيرخموا عليك وبيهنوك، ودي حاجة طبيعية لازم تتحكم في غضبك وتعرف امتى ترد عليهم. وقال له هما في الاول بيستهزئوا بيك وبعدها بيهنوك وبعدها هيتحدوك عشان طبعا معتقدين ان هما هيضربوك. فردك بقى عليهم انك انت تغلبهم، ووقتها تبقى خدت حقك وكله هيحترمك. وفي يوم كان المدرب جي واخد كل الطلاب بتوعه وبيجروا في الشارع، فطلابه شافوا طلاب تانيين وشتموا بعض. ومدرب الطلاب التانيين دي كان اسمه سانجو، وطلب من طلابه ان هم يضربوا طلاب جي. وفعلا كل الطلاب بدأوا يضربوا في بعض، بس لايجر ما اتدخلش وكان بيتفرج بس. وبعدها جي دخل عشان يحوش بين الطلاب ويوقف اللي بيحصل ده. فسانجو قال لجي انت خايف من طلابي ولا ايه؟ فجي قال له لا، بس دي مش اخلاق رياضيه ولازم كلنا نحترم بعض. فسانجو اتريق عليه، واول لما رفع ايده عشان يضربه لايجر مسك ايده وقال له ما تتكلمش مع المدرب بتاعي بالطريقه دي. وكان لسه لايجر هيضربه، فالمدرب جي بعدهم عن بعض وخد لايجر ومشي. وبعدها لايجر راح عشان يشتري قهوه للمدرب بتاعه، وكانت هناك بنت اسمها تانية، والبنت دي كانت مشهوره على السوشيال ميديا وكانت قاعده مع اصحابها. فشافت لايجر هناك، واول لما شافته اتعصبت وراحت تتخانق معاه عشان في واحد شبهه بيخش يتريق على صورها على الانستجرام، وهي كانت مفكره اللي بيتريق ده هو لايجر. وفعلا شتمته وزعقت له وقالت له ان هي اخت المدرب سانجو وهتقول له عشان يضربه. فلايجر على طول افتكر الاسم ده اللي هو المدرب اللي كان هيتخانق معاه النهارده الصبح، ومسك تانية وزقها وخد القهوه ومشي من المكان. وتاني يوم لايجر كالعاده كان بينظف مركز التدريب، وتانية واصحابها راحوا له المركز عشان ياخدوا حقهم منه من اللي عملوا فيهم امبارح. فلايجر شافهم وكان لسه هيروح لهم، فالمعلم جي نده وخلاه يخش
مرضيش يقف وسط الطلاب، وقال لكل الطلاب مين يحب يتصارع مع لايجر. فكل الطلاب رفعوا ايديهم، وطبعا كانوا متوقعين ان هم يضربوه. فالمدرب جي اختار منهم واحد، وبعدها طلب من لايجر انه يدافع بس، وبدأت المعركة. بس لايجر ضربه وخلص المعركة. فبعدها جي دخل عليه 2 وبرضه لايجر ضربهم. فبعدها خلى 4 طلاب يصارعوه، وكالعادة لايجر برضه ضربهم. فدخل عليه 10 طلاب وبدأت المعركة. وطبعا العدد ده كان كبير جدا، بس لايجر ما فرقش معاه وفضل يضرب فيهم واحد واحد. وكل ده تانية كانت واقفة وبتتفرج عليه ومش مصدقة قوة لايجر. وبرضه المدرب جي اتفاجئ من قوة لايجر، وفعلا لايجر عرف يغلب ال10 وكل الطلاب سقفوله، وكان عاجب تانية جدا وبدأت تحبه. وتاني يوم المدرب جي اتصل بمامة لايجر وقال لها ان فعلا لايجر قوي وخلاص قرر انه يبدأ تدريب معاه، وقال لها انه متوقع انه يكسب البطولة الوطنية. فمامة لايجر شكرته، بس للأسف تانية وصلت له وفضلت تقول له انت بطل احلامي، وقالت له انها بدأت تحبه بعد اللي شافته امبارح. وطبعا لايجر اول مرة يحصل معاه كده، فبدأ برضه هو كمان يحبها. وفي يوم لايجر خرج هو وصاحبه وراحوا يقابلوا تانية، ولايجر لما قابلها المرة دي قال لها ان عنده مشاكل في الكلام وبيتكلم بصعوبة. فتانية قالت له دي مش مشكلة، وهو ده اللي انا بحبه فيك. ودي كانت اول مرة حد يحب لايجر بعيوبه وما يتريقش عليه. بس للأسف واحد من رجالة سانجو راح قال له ان اختك قاعدة مع راجل غريب، وسانجو راح ودور عليها بس ما لقاهاش. وتاني يوم راح لها على البيت وسألها مين اللي كان معاكي. فتانية عشان تبعد الموضوع عن لايجر قالت له ان هي كانت مع دي، ودي ده كان صاحب تايجر اللي كان معاه امبارح. وفعلا رجالة سانجو مسكوا دي وضربوه. وبالليل دي ولايجر كانوا راجعين في القطر وشافوا رجالة سانجو، ورجالة سانجو كانوا عمالين يبصوا لهم ويضحكوا. فلايجر قرر انه يجيب حق صاحبه وفعلا ضرب رجالة سانجو. بس للأسف كان في شرطي معاهم في القطر واخد دي ولايجر وكل اصحابهم على الاسم. وطبعا المدرب جي راح وطلعهم وفضل يضرب فيهم ويزعق لهم على اللي هم عملوه. وبعدها طلعهم كلهم بره وساب لايجر وقال له انه عارف كل حاجة وعارف ان هو السبب في كل ده، وده كله بسبب البنت اللي اسمها تانية. وحذر لايجر انه يعمل كده تاني. وبعدها اتصل بمامته وعرفها كل اللي حصل. وطبعا مامته ما سكتتش وفضلت تزعق له وتشتمه، وقالت له ما تنساش ان احنا سيبنا بلدنا وجينا هنا ليه. وبرضه قالت له ان البنت دي بتتسلى بيه وهتسيبه لو ما حققش اي حاجة في حياته. وفي الوقت ده تانية كانت بتتصل بيه ومامته قالت له رد عليها وافتح السبيكر. وفعلا لايجر عمل كده. فتانية قالت له ان عيد ميلادها بكرة وعايزاه يجي عشان يخرجوا مع بعض، وقالت له ان هي ناوية تهرب معاه في اي مكان. وطبعا كل الكلام ده مامته سمعته، فخدت التليفون وقالت لها ابعدي عن ابني، احنا ناس فقراء انما انتوا اغنياء. وقالت لها برضه انا ماليش غيره وجينا هنا عشان ياخد البطولة بعد ما ابوه مات، فما تبقيش انت السبب انك تضيعيه وراكي وتحرقي قلبي عليه. وطبعا تانية بتسمع الكلام ومصدومة ومش عارفة ترد تقول ايه. وتاني يوم كان عيد ميلاد تانية، فمامة لايجر راحت له وحذرته انه يروح لها واتأكدت انه نايم. بس للأسف لايجر ما كانش نايم ولا حاجة، وفعلا راح الحفلة وخد تانية على الموتوسيكل وهرب بيها من الحفلة. وسانجو وكل رجالته طلعوا يجروا وراهم لحد ما لايجر وتانية وصلوا المكان بعيد. بس برضه سانجو وصل لهم واتجمعوا كلهم على لايجر. بس تانية فضلت تتحايل على اخوها انه ما يأذيهوش عشان هي بتحبه. فسانجو قال لها انت ازاي بتحبيه، ده عنده مشاكل في الكلام وما بيعرفش يقول كلمتين على بعض. فتانية استغربت وكأنها اول مرة تعرف الكلام ده. فسانجو قال للايجر قول لها انا بحبك، ولو عرفت تقول الجملة كاملة من غير ما تتلخبط فيها هنسيبك ومش هنعمل لك حاجة. فلايجر حاول يقولها بس للأسف ما عرفش يقول الجملة على بعض. فسانجو امر رجالته يضربوه، وطبعا لايجر ضربهم كلهم. فسانجو خد اخته ومشي من المكان. وطبعا لايجر ما كانش فاهم اللي بيحصل ولا فاهم ليه تانية عملت معاه كده، وفضل مكتئب وحزين في البيت ولا بيخرج ولا حتى بيروح التمرين. وقرر يروح ويواجه تانية، وفعلا راح ووقف قدام العربية بتاعتها وقال لها انت اللي جريتي ورايا عشان احبك، وبعدها انا قلت لك ان عندي مشاكل في الكلام وانت قلت لي ان دي اكتر حاجة بتحبيها فيا. فتانية قالت له انا ما قلتش كده. فلايجر فكرها باليوم اللي قالت له فيه كده. فتانية قالت له انا كنت سكرانة ومش فاكرة اي حاجة ولا عارفة انا قلت ايه. وصممت انها تهينه وقالت له انا مستحيل احب واحد زيك عنده مشاكل في الكلام وفاشل، وعمري ما هتجوز واحد زيك في يوم من الايام. وطبعا لايجر كان بيسمع الكلام ومصدوم، وبعدها سابته ومشيت.
ومن وقتها قرر يرجع يتدرب تاني ويحقق حلمه عشان ياخد البطولة الوطنية. وفعلا المدرب جي بدأ يدربه عشان يلحق ويشترك في البطولة الوطنية، وفعلا دخل البطولة الوطنية وغلب مصارعين كتير جدا وعرف يوصل للنص نهائي، وبرضه كسب النص نهائي واتأهل للنهائي. ومن ناحية تانية سانجو كان بيغلب كل المصارعين اللي لعبها وبرضه اتأهل للنهائي، وبكده سانجو ولايجر هيلعبوا بعض في النهائي. وفعلا جه يوم المعركة النهائية والمعركة بدأت، وسانجو كان مصارع قوي جدا بس برضه لايجر كان قوي، وبعد كذا جولة بينهم لايجر كسب وعرف ياخد البطولة الوطنية، ومامته وكل أصحابه كانوا بيتفرجوا عليه وفرحوا جدا بمكسبه. وكده لايجر حقق حلم مامته وخد البطولة، بس لسه برضه الحكاية ما انتهتش. تاني يوم المدرب جي خد لايجر وراح للمنظمة الرياضية الحكومية وطلب منهم ان لايجر يلعب في البطولة العالمية باسم الهند طبعا عشان المنظمة تتكفل بيه وبالمصاريف، بس للأسف المنظمة رفضته عشان لايجر ما كانش مشهور والمنظمة مش عايزة تجازف وتصرف عليه. ورجعوا كلهم عشان يفكروا ويشوفوا هيتصرفوا ازاي ويحاولوا ان هم يدخلوا لايجر البطولة العالمية، والبطولة دي كانت في لاس فيجاس. وفي الوقت ده وصل علي، وده الراجل اللي لايجر دافع عنه في اول الفيلم. وعلي قال له انا عرفت ان الحكومة رفضت تساعدك وانا جيت عشان ارد لك الجميل بتاع زمان وهساعدك انك تخش البطولة وتسافر لاس فيجاس. فطبعا كلهم قالوا عليه مجنون وبيقول اي كلام وخلاص. فعلي اتصل باخوه راجل اعمال كبير جدا في لاس فيجاس وكان اسمه باندو، وحكى له القصة. وباندو سلم على لايجر وقال له هبعت لك طيارة خاصة وبكرة تكون عندي هنا في الشركة. وتاني يوم فعلا لايجر وصل لاس فيجاس وباندو استقبله وقال له انه هيساعده وهيتكفل بكل المصاريف، واهم حاجة انه يرفع علم الهند. وفعلا بدأت البطولة العالمية، وفي اول معركة لايجر ما كانش عارف يتصارع كويس وكان عمال يتضرب، وطبعا مامته وكل اصحابه كانوا بيتفرجوا عليه في التلفزيون، بس لايجر استعاد قوته وعرف يكسب اول معركة. وطبعا كل الجمهور كانوا فرحانين بمكسب لايجر. فمامته اتصلت بيه وقالت له المعركة كانت وحشة ولازم تتدرب اكتر عشان تبقى اقوى من كده، ولو حسيت ان في مصارع اقوى منك توقع ان هو ده اللي قتل باباك، وبكده هتتعصب اكتر وهتعرف تغلب اي حد. وفعلا معركة ورا معركة لايجر كان بيكسب وعرف يوصل للنهائي. وفي يوم كان باندي عامل حفلة عشان يحتفل بلايجر وقال للايجر تعرف سانجو؟ فلايجر استغرب وقال له اعرفه، ده اللي كنت بلعبه في البطولة الوطنية. فباندي قال له سانجو ده يبقى ابني، وبعدها نده على تاليا وقال له دي كمان بنتي. فلايجر اتفاجئ ان تانيا طلعت بنت باندي بس عمل نفسه ما يعرفهاش. وبعد ما خلصت الحفلة لايجر كان مستني في العربية عشان حد يجي يوصله، فجات له تاليا وقالت له ان باباها قال لها توصله، وفضلت تتكلم معاه طول السكة عشان تصالحه من اللي عملته فيه زمان، بس لايجر ما كانش مهتم. وفعلا وصلته للفندق وكانت راجعة تركب العربية، فجت عصابة وخطفت تاليا وهربوا بالعربية، ولايجر طلع يجري وراهم بس للأسف معرفش يلحقها ورجع لباندي وحكى له اللي حصل. والعصابة اتصلت بباندي وطلبوا منه يجهز فلوس كتير عشان يدفعها فدية لبنته، وعرفوه عنوان التسليم. فلايجر قرر يروح مكان التسليم من غير الفلوس وكان مفكر انه هيعرف يضربهم ويرجع تاليا. وفعلا وصل والعصابة كلها كانت بنات، ولما ما لقوش الفلوس مع لايجر بدأوا يضربوه، ولايجر حاول يدافع عن نفسه بس البنات دي كانت أقوياء وفعلا ضربوه. ولايجر لما رجع لباندي باندي زعق له على اللي هو عمله وقال له كده هتضيع مني بنتي. وقال له المفاجأة ان تاليا زمان بعد ما مامته كلمتها وقالت لها انها نفسها تشوفك بطل قررت وقتها انها تبعدك عنها وصممت انها تهينك وتسيبك عشان انت تتحدى نفسك وتبقى بطل فعلا. وحتى لما الحكومة رفضت تساعدك تاليا جات لي هنا وفضلت تترجاني اني اساعدك، وعشان كده انا ساعدتك ودخلتك البطولة. فكلام باندي اثر جدا في لايجر ومامته عشان فعلا هم كانوا ظالمينها، ولايجر وقتها قرر انه يتصرف ويرجعها لوحده، وراح المكان اللي بيتدربوا فيه بنات العصابة ومسك بنت فيهم وضربها وعرف منها المكان اللي مخبيين فيه تانيا، وفعلا راح لهم هناك واكتشف ان اللي خاطفها بطل الملاكمة تايسون. ولايجر عرفه انه بيحبه جدا وكان بيتفرج على كل المصارعات بتاعته، بس تايسون ما اهتمش وقال له جبت الفلوس؟ فلايجر قال له للاسف لا. فتايسون قال له امشي ولما تجيب الفلوس تعالى وخدها. فلايجر قال له هنلعب انا وانت معركة ولو كسبتك هاخد تانية ولو خسرت هجيب لك الفلوس. فتايسون وافق وطبعا كان عارف انه هيغلبه، وبدأت المعركة بينهم والفرق كان واضح ان تايسون اقوى بكتير، ولايجر للاسف ما كانش عارف يعمل معاه حاجة. فافتكر كلام مامته لما قالت له لو لقيت حد اقوى منك فكر ان هو ده اللي قتل باباك وتصرف معاه على كده. وفعلا لايجر اتعصب واستعاد قوته وبدأ يضرب في تايسون، وطبعا كل الناس اللي كانوا موجودين كانوا بيصوروا المعركة
المعركة عشان دي معركة ما تتفوتش، والناس في العالم كله بدأوا يتفرجوا على معركة لايجر مع بطل الملاكمة تايسون. وفعلا لايجر عرف يضربه وعرف يكسب في الآخر، وطبعا كل الناس كانوا فخورين بلايجر عشان كسب بطل الملاكمة تايسون، وبكده بقى من حقه ياخد تانية، وبعدها خد تانية ومشي. وبعد فترة لايجر اتجوز تانية، وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.